لانه الحديث القاعدة ان الانبياء يورثون والناس يورثون، خلاف القاعدة يجي واحد يدعي ان النبي ما يورث، جيب شهود على هذا. وينهم الشهود؟ تدري شو وقت طلعوا الشهود؟ بعد 6 اشهر. نعم. منو؟ اوس ابن ملك والسيدة عائشة. طيب اوس ابن ملك والسيدة عائشة. اذا الزهراء تجيب الحسن والحسين يقول هذا ابنها، الفرع شهادة الفرع للاصل لا تجوز. لكن هناك شلون جازت شهادة الفرع للاصل؟ وينفرع شلون جازت للاصل؟ حكي قوترة. الحكي لما يصير قوترة بعد اسكت سد حلقك واسكت ريحلك. بالله العظيم كلام غريب يعني. على العموم هاللون يعني الواقع الزهراء ما كانت تتوقع من الامة ان تقابلها، تقابل جهود ابوها بهذا اللون. يعني تصور هذه المرأة هواية يعني ما توقعت انه بين عشية وضحاها تختلف الدنيا هالاختلاف هذا بهاللون. زين دعوى الميراث راحت، دعوى النحلة هاتي شهود وجابوا الشهود وردت. بعدين الى جانب دعوى الميراث ودعوى النحلة رجعت الى سهم ذوي القربى. سهم ذوي القربى ثابت في القرآن والشكل. واعلموا ان ما غنمتم من شيء وانما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى الى اخره. قلت تعطيني حق من سهم ذوي القربى. قال لها ما كان يصل الى علمي الى ان اباك كان يدفع اليكم السهم، سهم ذوي القربى كامل، كان يسد حاجتكم من عنده. يعني الجوعان منكم يشبعه والما عنده ثوب يلبسه، وانا مستعد اني اسويه لكم. نعم مستعد ما اخليكم تجوعون يعني، واعطي اللي يعرى انطي ثوب واللي يجوع انطي طعام. ادركت الزهراء سلام الله عليها ان الامر يعني مخطط له. رجعت بس منفعلة، هواية منفعلة. وهي راجعة مرت على القبر، قعدت لها لحظات يمه تقول لنفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحسرات، لا خير بعدك بالحياة، وانما ابكي مخافة ان تطول حياتي. لأنا ما يألمني شيء بقدر ما يألمني شعوري، خاف اعيش من بعدك واعرض الى ذل اكثر من هذا. ورجعت الى البيت. يقول المؤرخون يقولون دخل عليها جماعة من نساء المهاجرين والانصار وهي اشتدت عليها العلة. سألوها كيف اصبحت يا بنت رسول الله من علتك هذه؟ قالت اصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن، لفظتهم بعد ان عجمتهم وشنأتهم بعد ان صبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الاراء وزلل الاهواء وصدع القناة وقرع الصفات، وبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم اما زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الامين والطليم بامور الدنيا والدين، الا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من ابي الحسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وبالله اقسم ان لو مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولردهم اليها ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولا اصدرهم بطانا ونصح لهم سرا واعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يتحظى من الدنيا بنائل، غير ري ناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعد دما عبيطا ولعافا مبيدا،
هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا وابشروا بعرج شامل وسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة لكم وأنى بكم وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهين. يقول سويد فأقبل إليها مجموعة من المهاجرين والأنصار دخلوا عليها قالوا يا بنت رسول الله ما كنا نعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد ولو علمنا بذلك لما عدلنا عن بعلي غيره. فقالت اخرجوا عني لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم لحجبن إليه. وانطوت على نفسها ولاذت بالدمعة تذريها وترفه بها عن نفسها ولاذت بالحزن والبكاء تتقلب دواعيه وتبحث عن الشجا وتصل إلى الأسى بطرق مختلفة. تخرج ليلا تأوي إلى قبر النبي تحتضن القبر، تخرج نهارا وبيدها حسن وحسين، تنتهي إلى بقيع الغرقد إلى بيت للأحزان أقامه لها أمير المؤمنين، تقيم بذلك البيت، تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل، لا تكاد تهدأ. البيت اللي يشير إلى الإمام في أبياته: أتران اتخذ لوعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري ابكي واغفر لا فإن عداها منعوا عن البكاء والزفير، كانت تأخذ بيد الحسنين وتهوب بهم إلى الدار ولا تكاد تهدأ إلى أن اشتدت عليها العلة. خرج أمير المؤمنين منها يوم من الأيام لكثرة ما رأى من ألمها ما استطاع النظر إليها، خرج إلى المسجد واشتدت عليها الحالة. تقول أسماء: استدعتني سيدتي فاطمة قالت لي: يا أسماء اسكبي لي ماء. تقول: سكبت لها ماء، اغتسلت، اخرجت ثوبا جديدا لبست، ثم قالت أسماء: خذيني الى مضجعي الى حجرتي. دخلت الى الحجرة، قالت أسماء: أنا مضطجعة في حجرتي، أنا بعد لحظات ناديني إن أجبتك وإلا يعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. أسماء: سيأتي حسن وحسين، إذا رجعا إلى الدار لا تخبريهما بشيء من ذلك، إذا ألحا عليك بالسؤال قولي إن أمكما نائمة في حجرتها وضعي لهما طعامهما. تقول أسماء: ثم اضطجعت سيدتي، لما اضطجعت انتظرتها قليلا واقبل، صحت يا بنت رسول الله لم تجبني، صحت يا بنت من حمل الركن بأطراف الردى ما جابتني، صحت يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى لم تجبني، أقبلت إليها كشفت الردى عن وجهها وإذا بها ميتة. تقول أسماء: جلست عندها أبكي، لم ألبث أن سمعت صوت الحسنين، هرولت إليهما. قال أسماء: أين أمنا؟ قلت: سيداي هي مضطجعة في الحجرة دونكما طعامكما، قد وضعت لكما طعامكما بالمخدع. قال أسماء: من أين علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا؟ قلت: سيداي هي في الحجرة، هرول إليها
عليها الحسن لما كشف الردانا صاح اخي حسين لم الي ان امنا قد ماتت، وقال صدرها يبلان صدرها بالدموع. واقبل امير المؤمنين اماط عنها حسنا وحسين وجلس عندها، قال عز العزى بعدك يا بنت رسول الله. وتسامع اصحابه، اقبل اليه سلمان واقبل اليه ابو ذر وعمار والمقداد ومجموعة من الصحابة. يقول الامام امير المؤمنين لابي ذر يا عم يا ابا ذر عني على حملها. غريب، علي بن ابي طالب يقول لابو ذر اعني على حمل فاطمه. فاطمه برعم كانت 18 سنه في عمر الورد. علي بن ابي طالب يقتلع باب خيبر يقول لابي ذر اعني على حملها، يظهر ان المصاب اخذ اثر من عنده.